اول حاجه هنا هوت القانون بيقول لك برضه ان الكره لو جايه من قدم المدافع راح ليد زميله من مسافه قريبه ما بتتحسبش ضربه جزاء. ده اول حاجه. الحاجه اللي بعديها ان هنا اليد مش مكبره حجم الجسم، واليد في الوضع الطبيعي. يعني انا مش عارف لعيبه نادي الزمالك عايزه ضربه جزاء على اساس ايه. اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا خطا على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد، وطبعا هنا استخدام اليد موجود والمخالفه صحيحه، بس استخدام اليد بالطريقه ديت لازم يبقى معاه انذار. لكن هنا الحكم حسب المخالفه بدون انذار، وطبعا قرار الحكم قرار خطا. لان لما نشوف اللعبه اللي بعديها هتلاقي لعيب المقاولين بيستخدم اليد مع لاعب الزمالك، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى لعيب المقاولين انذار. فطبعا هنا قرار الحكم قرار صحيح، بس كان لازم اللعبه اللي قبليها برضه يدي لعيب الزمالك انذار. نروح للحاله اللي بعديها هنا خطا على لاعب المقاولين. هنشوف مع بعض كده هتلاقي فيه التحام بالقدم مع قدم لعيب الزمالك، وطبعا هنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها هنا الحكم حسب مخالفه على لعيب المقاولين وحسبها لمسه يد. لما نشوف مع بعض كده اهوت اليد مفروده بس الكره ما جاتش في اليد. يعني بص الكره فين؟ الكره تحت، يعني جايه بجسم اللاعب ما جاتش في اليد. انا حبيت اجيب لك الزاويه الخلفيه اللي هتبين لو الكره جت في اليد ولا لا. فطبعا هنا قرار الحكم قرار خطا. نروح للحاله اللي بعديها هنا خطا على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد في ظهر لاعب المقاولين، وهنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها هنا خطا على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها هنا خطا على لاعب المقاولين علشان رايح لحارس المرمى وبيعطل الهجمه. هنا الحكم حسب المخالفه، بس هنا يعني طريقه حارس مرمى نادي الزمالك ان هو يحط اليد بالكوره في وش اللاعب، يعني هنا برضو في تصرف خطا من حارس المرمى وهو بيستخدم القوه وهو عارف ان في اللحظه دي مش هيتحسب عليه مخالفه. فطبعا هنا برضو التصرف خطا من حارس المرمى، لان ممكن هنا يسبب في اصابه للاعب المقاولين. نروح للحاله اللي بعديها هنا خطا على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها هنا خطا على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد في وش لعيب المقاولين. هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وطبعا قرار الحكم هنا قرار صحيح والانذار مستحق. نروح للحاله اللي بعديها هنا خطا على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم وفيه تدخل بقوه على قدم لاعب المقاولين. هنا برضو الحكم حسب المخالفه وادى لاعب الزمالك انذار، وبرضو قرار الحكم قرار صحيح والانذار مستحق. نروح للحاله اللي بعديها وهنا لعيب الزمالك كان بيطلب ضربه جزاء. لما نشوف مع بعض اول حاجه هنا الكره جايه في قدم لعيب المقاولين وبعد كده راحت في يد زميله. اول حاجه هنا هوت القانون بيقول لك برضه ان الكره لو جايه من قدم المدافع راح ليد زميله من مسافه قريبه ما بتتحسبش ضربه جزاء. ده اول حاجه. الحاجه اللي بعديها ان هنا اليد مش مكبره حجم الجسم واليد في الوضع الطبيعي. يعني انا مش عارف لعيبه نادي الزمالك عايزه ضربه جزاء على اساس ايه. فهنا طبعا قرار الحكم ان مفيش ضربه جزاء قرار صحيح، واكد عليها كمان حكم الفار. نروح للحاله اللي بعديها هنا خطا على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم. هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار وقرار الحكم قرار صحيح. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه الزمالك وفريق المقاولين. شكرا.